يا مساء الفل. الزمالك بيخسر 1-0 ويودع كأس الكونفدرالية علشان يكون مسمار جديد في نعش الإدارة الفنية والإدارة اللي ماسكة النادي. آه، خلينا ابتدي الأول بشوية حاجات عن الماتش ليه الزمالك خسر، رغم إن أنا اتكلمت في موضوع الخسارة ده من بدري وحذرت منه بقالي شهرين، لدرجة إن أنا في فيديو قلت فيه إن بيسيرو هيتم إقالته في آخر شهر مارس لو فضلنا كده. وقلت نصا في فرق ما بين إن أنا أكون مدرب عندي مرونة تكتيكية وإن أنا مدرب ما عنديش شخصية، وده اللي بيسيرو بيأكدهولي في كل ماتش. بيسيرو يا جماعة ما عندوش شخصية، ما يملكش قرار، ما عندوش أفكار. فبالتالي مشكلتنا مش في إن إحنا نلعب 5-4-1 ولا 3 ورا ولا 4-3-3. ده 4 ورا، مش دي القصة. الناس كانت عمالة تقول نلعب 4. طب ادينا لعبنا 4، حصل ايه؟ خسرنا برضو. هتقولي عشان زيزو امبارح مشي والمشكلة، هقولك لأ طبعا. فنيا نفس المشاكل اللي الزمالك كان فيها الشهور اللي فاتت هي كانت الماتش ده. ارجع للماتشات، وبصراحة انا ما فيهاش يعني، مش هقول مزاج ولا خلق حتى ان انا افتح في الماتش واطلع فيديوهات. لكن اللي اتفرج على الماتش هو شاف لعب طولي على طول، مفيش بُنى للعب من ورا، ولمّا بنوصل قدّام اعتمادنا كلّه على الأطراف وعرضيات، وعرضيات لناس مش موجودة أصلًا. إحنا ما عندناش غير راس الحربة هو بس اللي بيلعب، وأديكم شفتوا الجزيري لمّا جات له الكرة الوحيدة على راسه جوّه ال6 ياردة طلعها برّه. طب يبقى إيه لازمة العرضيات؟ صفر. شهر ورا التاني ورا التالت وبيسيرو شايف المشكلة وما بيعالجهاش، ما بيحاولش حتى يغيّر. إحنا نفس النمط ده سواء بنلعب ب5 سواء بنلعب 4، هي هي. الأسوأ من ده، الأسوأ من ده حاجتين. أول حاجة إن بيسيرو شايف إن الزمالك عنده شوية مميزات بس ما بيستفدش بيها. يعني مثلا إحنا النهارده لعبنا 4-3-3، أو أقول 4-2-1-3، يعني 4-2-3-1، مش مهم المسمى يعني. المهم إن أنت عندك في الملعب عبد الله السعيد وناصر ماهر وفتوح، واحد على الشمال واحد على اليمين واحد في قلب الملعب. انا هكلمك فني وتكتيكي. التلاتة بيعرفوا يلعبوا الفريق كورة، التلاتة بيعرفوا يحافظوا على الكرة تحت رجليهم، التلاتة يقدروا يبنوا لك لعب. طب النتيجة ايه من بيسيرو؟ رامي ناحية اليمين، ناصر ماهر على اليمين قدام، مخلي فتوح فاتح على الشمال خالص ماسك الخط، ورامي عبد الله السعيد مهاجم تاني. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان شحاتة ودونجا واقفين فازات زي اللي جنبي دي، واقفة ما بيتحركوش، ما بيعملوش حاجة. فبالتالي الونش وحسام عبد المجيد لما الكرة تجيلهم ما بيلاقوش حد يسلمهم الكورة، فيروحوا راميين الطويلة تتقطع ويك 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 واللي انتوا بتشوفوه ده. فان انت كبيسيرو ما تخليش يبقى في نمط لعب ان فتوح وناصر وعبد الله ينزلوا هما اللي يستلموا الكورة، وزيق ودونجا وشحاتة هما اللي يطلعوا قدام، او حتى يا عم دونجا ينزل تالت وشحاتة هو اللي يطلع قدام وينزل ناصر وعبد الله يستلموا هما الكورة، او فتوح وناصر يبقى قدام وعبد الله هما اللي يلعبوا الفريق كورة. افكار. انما نقول لمين؟ ما تقولش لحد، ما تقولش لحد. بيسيرو قاعد زيه زي الكرسي اللي هو قاعد عليه، ما بيعملش حاجة. يبقى
لعبنا ب3 ورا، لعبنا ب4 ورا، مش فارقة. بيسيرو ما بيغيرش ما عندوش تفكير هجومي يقدر يقدمه للعيبة. رابع حاجة، مين قالك ان عمر جابر هيتصاب من شهرين؟ مين اللي بقاله شهرين عمال يقول احنا ما ينفعش نلعب ب4 ورا بسبب عمر جابر؟ انا عايز احافظ على عمر جابر لان ما عنديش بديل ليه. انا ما عنديش باك يمين غيره، ما عنديش وينج باك يمين غيره، ما عنديش حد يلعب لي ناحية اليمين اصلا غيره. لان انت هيتصاب زي ما حصل النهارده كده، هتخسر شحاتة في نص الملعب تجيبه ناحية اليمين، ويبقى نص الملعب بتاعك ما فيهوش غير دونجا وجهاد. وجهاد اصلا يا جماعة ما تضغطوش على الواد لسه عنده 23 سنة، فجهاد مش هيشيل لك نص الملعب، مش هيشيله، فهياخدك وتقع. افتكروا الكلمتين دول. جهاد لما هيلعب في نص الملعب في الفترة الجاية دي هنشيل قبة. انما شحاتة كان مسك نفسه شوية. عمر جابر ما يقدرش يلعب 4 ورا، مش هيقدر. ومع توالي الماتشات هيتصاب، واديكوا شفتوا اتصاب ولسه. على افتراض احنا لسه ما نعرفش، طبعا ما حدش طلع يتكلم بعد الخسارة، فمش عارفين عمر جابر اصابته دي هتطول ولا مش هتطول. لكن بكل الاحوال اقل الاضرار لو لعب ماتش الكاس اللي هو يوم الحد الجاي هيتصاب فيه برضه، واصابة طويلة هتقعده شهر. الكلام ده انا قلته من شهر. عمر جابر ما ينفعش يفضل مكمل كده، وهو رغم انه مرتاح اسبوع ان ما هو اتصاب اهو في الماتش بتاع النهارده. عايز اسال سؤال بقى، لان الماتش كده خد اكتر من وقت. ميدو والناس اللي كانت بتطلع في السوشيال ميديا وقرفنا كل يوم، يا ترى حد فيهم هيطلع يشرح لنا ايه اللي بيحصل في النادي ولا هتسيبونا كده؟ زي الفيديو اللي طالع لميدو وهو واقف مستخبي ورا الجردات في الاستاد. هيطلع ميدو بقى مع سيف زاهر ومع يطلع يدينا محاضرات ولا هيستخبى؟ ما اصل احنا الحمد لله كنادي زمالك احنا حلوين قوي في ان احنا نطلع واحنا كسبانين او احنا بنعمل حاجة عشان نتكلم بس، انما فعل مفيش. قال لك معانا شيكات عشان نمضي مع لعيبة الاهلي. تويكس تويكس. الزمالك مع بيسيرو لعب تقريبا 12 ماتش، طبعا ال 13 الاهلي انسحب فيه، ما دخلناش فيهم غير 15 جون، منهم 4 تجوان في ماتش واحد اللي هو كان سموحة لو انا فاكر صح. يعني في 13 ماتش او في 12 ماتش دخلنا 11 جون. خلي بالكوا احنا في ماتشين اللي فاتوا خسروا 0-0. ده هجوم بسير. طب بيدافع، دخل فينا 10 تجوان في كام؟ في 12 ماتش برضه. يعني ولا دفاع ولا هجوم، وكل سنة وانت طيب. هقول ايه تاني؟ اقول ان اللعيبة هي اللي ماشية الجروس، وان احنا ما عندناش ادارة. ساعة جروس الناس لو تفتكر، انا على فكرة ما كنتش مع ان جروس يفضل قاعد، انما السبب في ان جروس يمشي كانت اللعيبة. رجال الاعمال اللي بيمنوا علينا دلوقتي ويقول لك احنا هنجيب لكم 2 لعيبة عشان ننسيكوا الام الماضي. هو انت بتطلع فلوس بمزاجك وتحط الفلوس في جيبك بمزاجك وتمشي النادي بمزاجك؟ يا اخي مش عايزين منك حاجة. انا نفسي في دكر في النادي. يا جماعة هي الناس دي طالعة بتتكلم ليه؟ ده طالع يتكلم ليه؟ هو او غيره، دول مين اصلا؟ يا عم عايز تدي للفلوس نادي للنادي فلوس؟ يا جدعان والله العظيم انا على اخري وماسك نفسي علشان اعرف اتكلم كلمتين يكون فيهم شوية عقل. لو انت بتحب النادي حط الفلوس في النادي وقول لهم ده تبرع اهو 100 مليون جنيه مني، يلا اتفضل. واطلع اتكلم عادي، انا اديت للنادي 100 مليون جنيه، وسيب النادي هو اللي يتصرف.
انما انت كل شويه عمال تطلع، لا هجدد ده، لا مش هجدد ده، لا هديكوا فلوس، لا مش هديكوا فلوس. معلومه بس ايه للناس، هو معلش يعني، هي الاشاعه بتطلع فاحنا نصدقها فنشتم اللعيبه، فاللعيبه تروح تمضي في الاهلي، ولا اللعيبه فعلا بتروح تمضي في الاهلي الاول فاحنا نعرف فنشتمهم ونصدق؟ اصل فكره ان الخبر طلع ان زيزو مضى وان الونش مضى، المستفيد الوحيد من الموضوع ده الاهلي، ولا اللعيب ولا الزمالك. ومعلش اعلاميين الزمالك مش فتكين قوي علشان يطلعوا خبر زي ده او يستشفوا خبر زي ده. انما ليه في شهر 3 طلع خبر جامد قوي قال لك ان زيزو خلاص مضى، فشتمناه، فالواد اتعصب فمضى، ولا كان مضى الاول؟ انتوا عارفين انا ليه بتكلم في الحوار ده؟ عشان احنا ما عندناش اداره محترمه اللعيبه تكبرها، انما المشكله ان اللعيبه بتكيدهم فتروح تمضي في الاهلي. يعني اللي عملوه مع مشلاك، اللي هو لعيب اجنبي، والاداره بتاعته اللي في السعوديه كان يقال ان هي اداره بتحب نادي الزمالك، والناس يعني ساهموا في ب 700 ألف باين ولا حاجة من العقد بتاع مشلاك. احنا اتعاملنا مع مشلاك ازاي؟ صغرناه وقلنا له ها، هتمشي ولا نقعدك في الأوضة الضلمة وما تلعبش كورة؟ ده شغل عيال صغيرة، ده شغل عيال صغيرة. آخر نقطة، آخر نقطة عايز أقولها للجماهير وللإدارة وللناس كلها، ويا رب حد يوصل لهم الكلمتين دول، والجماهير كلها عموما. يا جماعة الموسم ما خلص. هتقول لي يا رامي انت مجنون، ما انت لسه بتقول ان احنا مش نافعين ويك ويك ويك. هقول لكم ما احنا مش نافعين، بس احنا عندنا ماتش كاس، واللي اهم منه ماتشات الدوري. احنا في فرق 4 بونت ما بيننا وما بين الاهلي. لو الاستئناف بتاعنا نفع واتخصم من الاهلي، ال3 بونت هيتبقى بقط. لو احنا شدينا على نفسنا، وده طبعا معرفش هيتعمل ازاي، ممكن نعدي الاهلي ونبقى احنا المركز التاني ونطلع احنا افريقيا، وهم بعد الملايين دي كلها والمليارات اللي بيصرفوها هيلعبوا محلي بس، لان هم ولا كاس ولا دوري. فارجوكوا يا ادارة نادي الزمالك، يا اهل نادي الزمالك، اعملوا حاجة صح لله، لله. انا مش عايزكم تستقيلوا، لان الاستقالة هيبقى فيها خراب خالص للنادي، فده مش عقل. يعني اللي عايز يخليكم انتوا مش نافعين ما عنديش مشكلة، هاتوا ناس تنفع، هاتوا ناس هي اللي تمشي النادي وتمشي الفرقة. انتوا خليكوا كده تاني، ولا ميدو ولا حازم ولا اي حد من الناس دي تنفع تمسك ادارات للتعاقد. يا جماعة الموضوع كبير، الموضوع كبير مش صغير. ما ينفعش يبقى عندي 3 بني ادمين اللي هم او 4، الجنايني، كل الاحترام ليهم، الناس دي فوق راسي، انا عارف ان هم بيحبوا الزمالك اكتر مني، لكن 4 تنفار يبقوا مسؤولين عن اللعيبة وعن مشاكلهم وعن اللعيبة الجديدة اللي هتيجي، ويتفرجوا عليها ويتعاقدوا معاها ويمضوا اللعيبة القديمة اللي عندنا علشان يجددوا لهم. يا جماعة هم سوبرمان؟ ما هو مش هينفع 4 لعيبة أو 4 بني آدمين، لبيب وجنايني وميدو وحازم، مش هيقدروا يعملوا ده كله. ده منطقي يا جماعة؟ نشغل مخنا، نجيب إدارات محترمة محترفة تبقى هي اللي ماسكة قسم خاص للتجديد بتاع اللعيبة، قسم خاص للتعاقدات مع اللعيبة اللي بره مصر، قسم خاص علشان نكتشف ناشئين جوه نادينا، قسم تاني سكاوتنج بره النادي، يبقى في جمهورية مصر العربية يجيب لنا لعيبة. يكبر الموضوع شوية يبقى السكاوتنج في أفريقيا. يبقى عندنا إدارة قانونية بتاعتنا إحنا تحافظ على حقوق النادي،
وتعمل لنا عقود، وده هو ده المفروض يكون موجود، يعني عقود حقيقية للعيبة اللي موجودة تحفظ حقوق النادي. ما ينفعش اجيب الجفالي وصلاح مصدق امضيهم 3 سنين وهم عندهم 23 سنة و20 سنة، اللي هو في البيك بتاعهم هيسيبوني ويمشوا. ما هو ما ينفعش. حسام عبد المجيد اللي كمان 2.5 سنين هيمشي، لو ما جددش معانا السنة الجاية احنا نجيب له عرض يمشي يجيب لنا 60 مليون ونقول له مع السلامة، ما نغلطش غلطة زيزو تاني. مصدق المفروض السنة الجاية يتعمل له عقد لو هو ثبت نفسه، يعني تعمل له عقد يقعده 3 سنين تانيين على السنتين اللي هيبقوا فاضلين له، يبقى 5 سنين. يمشي وهو عنده 28 سنة. ابقى دايما بجري انا ورا لعيبتي عشان اجدد لهم، هم ما رضيوش يجددوا بشروطي، ابيعهم واجيب غيرهم، وابقى اوريدي جايب غيرهم ومربيه علشان لما يمشوا يبقى عندي بديل. دي الناس اللي عايزة تشتغل وتعمل فرقة كورة. انما العك والحنكشة اللي احنا عايشين فيها دي مش هينفع، وهنفضل كده مركز ثالث ومركز رابع ونخرج من افريقيا واصلا ما نوصلش افريقيا. هل تعلم عزيزي ان السنة الجاية ما فيهاش افريقيا للزمالك لو فضلنا كده؟ يعني احنا لو فضلنا راكبين دماغنا هنخسر من سموحة الماتش الجاي او من بيراميدز في النهائي الكاس، ونيجي في الدوري نفضل بقى نعيط ونجيب تراب ونحطه فوق دماغنا فنطلع رابع الدوري. ما احنا هنخسر كتير، ما احنا مش هنفضل كده. بسيرو ارجوك، انا مش مع ان انا ماشي بسيرو. ايه رأيكم بقى؟ ما هو انا هجيب مدير فني تاني لسه هيقعد يجرب في اللعيبه ويحفظ في اساميه، ومفيش مدير فني مصري ينفع يمسك الزمالك في المرحله اللي احنا فيها دي. فبيسيرو لازم يفضل موجود، بس بيسيرو لازم يبقى له شخصيه علشان يبقى فريقنا له شخصيه. انا قلت خلاص ربنا كرمه وهداه وهيلعب خلاص ب5-4-1 وهنبني لعب وهنقفل وهننظم وبتاع. يجي لما زيزو يمشي يروح فاتح ومهاجم؟ طب احنا اصلا ما عندناش هجوم، احنا ما عندناش هجوم، وانت كابيسيرو ما عندكش افكار هجوميه تديها للعيبه. فانت فاتح ملعب بناء على ايه؟ ده احنا لسه السواد جاي. انتوا فاكرين ان احنا كده خلاص؟ لا لسه. انا الكلام ده بقوله ليا شهرين، لساني دلدل على نفس المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي دي من شهرين. قلتها تيبيكال. قلت ولسه ناصر ماهر هيتصاب، ولسه مصطفى شلبي هيتصاب، ولسه لما الجزيري يدخل مع بعض الماتشات هيتصاب فينزل مكانه ناصر منسي فيلعب ماتشين 3 فوق بعض زيادة فيتصاب برضه ويرجع. نشوف حسام أشرف بقى إذا كان موجود ولا لأ. أنا بس بديكوا شوية حاجات. لسه الونش أهو، مش قال لك مضى في الأهلي وهيمشي، فهندي مع كده مش هيبقى عندنا غير صلاح مصدق وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هيتصاب، استنوا لسه السواد جاي، لسه السواد جاي. ولسه هنقعد خفافيش نقعد نخبط في بعض طول ما احنا ما عندناش إدارة تهدي بقى الكلام. وبدل ما احنا عروقنا نفرة وهنطرشق وهيجيلنا شلل رعاش وهنمشي نكلم نفسنا في الشارع، المفروض يبقى في إدارة هادية تهدي الدنيا. بس الكلام ده كان من بدري طبعا، انا بتكلم دلوقتي في الوسعاية. انما حتى في الوسعية اللي احنا فيها دي وفي الغريق اللي احنا قاعدين فيه، لو في بني ادمين بتفهم عادي جدا هتطلع الناس دي وتنتشلها ونقعد رايقين ناشفين بدل ما احنا قاعدين مبلولين. تاني، انا مش فارق معايا ان زيزو راح الاهلي، مبروك عليهم. انا زعلان على الادارة اللي ما هي مش عارفة تدير حاجة خالص. عايز اقول لكم انا زعلان على الونش اكتر ما زعلان على زيزو. اه والله. يعني سواء ونش جاب فورمه ما جابش فورمه، انا حاسس ان الونش ده ابني. الونش ده انا اللي مطلعه، انا اللي مكبره. معنى ان الونش يمشي ويسيب النادي في الظروف اللي احنا فيها دي، لا احنا في كوارث في الاداره الناس ما بتتكلمش فيها. ما هو مش منطقي ما تجيش تقول لي ان اللعيبه كلها عايزه تطفش منك كده. اه. ومعلش الاداره السابقه ملهاش عين انها تتكلم دلوقتي على الاداره اللي احنا فيها، لان هي برضو جزء من المصايب اللي احنا فيها. ما هو ما تبقاش انت مديننا بمليارات فالاداره دي مش عارفه تجيب لعيبه بسببك، وتيجي تقول لي مش عارف ايه، هم خايبين زيهم زيك. ما احنا ربنا بالين اصلي بالادارات دي.
ربنا معانا في اللي جاي أسوأ. سلام.